اسم على كل شويه ويذكر اسامي نجوم ويذكر الكلام ده، احنا بنحترمه وكل شيء على اساس انه نائب للشعب. نعم. لكن مش النائب للشعب يقعد يرمي الناس كده، يحدف الناس زي ما عمال يعمل وزي ما عمال يتكلم وزي ما عمال يقول. الاول هو لما بيتكلم في القانون، انا لما بسافر النهارده كراجل رايح دوره تدريبيه، بسافر الدوره التدريبيه بتاعتي باخد صفه من الاتحاد، ومن برجع اخد تاني اسدد سلفيه الاتحاد على طول. القانون بيقول عشان يبقى هو عارفه ان انا ليا 15 يوم، بعد ال 15 يوم بسوي العقده. اذا جيت بعدها، اذا اتاخرت اي شهر من التاخير ده بدفع فوائد على اي شهر اتاخره. القانون بيقول كده. واي واحد بيتاخر بيبقى معاه عقده بيتاخر بيدفع كده. انا مش ممكن النهارده المبلغ اللي بيتكلم عليه ان انا اجي احضر الدوره وارجع بعد الدوره يبقى مبلغ اسدده لاتحاد الكوره. والدليل على كده لو هو فتح كويس قوي الورق اللي في ايده اللي هو بيتكلم عليه، هيلاقي مراقب الحسابات نفسه اللي بيشيد موجود عليه فلوس في الدفتر. عليه عقد مظبوط. والعقده دي ب 30/6 عليه 75,000 بيسويها زي الناس. يبقى الناس دي لا حراميه ولا بتعمل ولا بتجري ولا باي حاجه. لكن كل يوم الاقي بقى في قناه وماسك لي الورق والدفتر وده احنا ناس عارفين كويس قوي محترمين وناس كويس قوي بنعرف ازاي قدام ربنا نتعامل. وناس لنا اسمنا في البلد ولنا مكانتنا في البلد ولنا كل حاجه. زي ما هو نائب محترم والناس بتحترمه في دايرته في كل حته. احنا برضه ناس ممكن نخش مجلس الشعب وانت عارف يا كابتن شوبير. وممكن نبقى اعضاء برضه باحترامنا وبمكاننا في كل حاجه. مش هتدينا قوه. القوه اللي معايا قوتي بعملي وباخلاقي وبطريقتي وبكل حاجه. لكن انا مش هقعد يا كابتن شوبير كل شويه نفتح التلفزيون في قناه مش عارف ايه، كابتن سمير عدلي عليه عهد، الكابتن شوقي غريب عليه عهد، افتح ثاني يوم الكابتن سمير عدلي عليه عهد، الكابتن شوقي غريب عليه عهد. ما ينفعش الكلام ده يا كابتن شوبير. بصراحه ما ينفعش. يعني ما ينفعش حتى يبقى هو ده من واحد اصلا بيدافع عن الشعب، واحد مسؤول عن الشعب، وانا احد الشعب الناس دي لما يروح يجيب ورقه او مستند من اتحاد الكوره الاول ان شوقي غريب ما سددش العقده دي، ابقى انا حرامي. لكن يقعد في التلفزيونات عشان شوقي غريب ده نجم ونجم كبير، والقناه بتاعتك دي بتتشاف في الدول العربيه وبتتشاف في الدول الاوروبيه وبتتشاف في كل العالم. قناتك لما تتشاف في كل العالم الناس تقول ايه لما يكون واحد على راس جهاز اكبر جهاز كوره في مصر ان عليه ومش عليه والكلام ده وكده. هو نفسه لما بيطلع عنده مجلس الشعب في اي مكان يطلع يحج يطلع دوره يطلع اي مكان بيبقى في عنده واحد هناك معاه عقده وبيصرف عليه وبيصرف يعني هو بيسافر لما بيبقى عنده مجلس الشعب وبيسافر دوره بيسافر على حسابه. هقول ما بيسافر على حسابه. طب خليك معايا يا كابتن شوقي. ده خليك يا كابتن احمد. يعني بص احنا بنحترم الناس وبنقدر الناس، لكن مش معقول يا كابتن احمد كل يوم افتح التلفزيون ما بقتش بقت لباسك قصه موضوع حي. تحب تسمع خليك معايا يا كابتن شوقي بعد اذن حضرتك. هو كابتن شوقي بيقول لك انه الراجل بيطلع دوره تدريبيه، بيطلع اي بعثه، بياخد سلفته، بيرجع قبل 15 يوم بيكون مسدد، بيكون مخلص كل حاجه، بيكون مقدم اوراقه، وان بعدها لو اتاخر بتبقى في مبالغ غرامات بتبقى معمول عليه. بيقول لك لو انت سالت في اتحاد الكوره هو سدد وسوى ولا لا، لو هو ما سددش كنت تتهمه انه لص وانه حرامي. لو هو سدد يبقى تقول الراجل ده محترم وشريف. خاصه انه على راس اكبر جهاز موجود في مصر وهو جهاز المنتخب الاول المصري لكره القدم ده. وبعدين بيقول انه يعني انت نائب بتدافع عن الشعب، فليس من المقبول ان تظلم احد افراد الشعب، خاصه لما يكون واحد بحجم سمير عدلي او حجم شوقي غريب او غيره من الناس. الظلم مرفوض تماما. وانا معه تماما. وانا زي نفس الكلام اللي اتقال على كابتن سمير او الكابتن شوقي، نفس التقدير والاحترام وعلاقتي بيه من زمان، والتقينا في المجلس اكثر من مره. لكن انا يا جماعه لازم الناس تعرف حاجه مهمه، ان انا بتعامل مع اخر ارقام واخر ميزانيات صادره عن الاتحاد واخر تقارير صادره. بس خلينا نقول كلمه في الاول بس ان انت ما اتهمتش حد. لا ما بس ده مهم. يعني دي اولا يا كابتن احمد. يعني الكابتن سمير عدلي انا اعرفه شخصيا، وشوقي غريب اعرفه شخصيا. تمام كويس. وانا لا اشكك في انا بسال عن مديونيات. هم الان اجابوني عن السؤال. انت كده قالوا ايه؟ قالوا انه خدوا سلف وسووها. خلاص هيبان بقى في الميزانيه القادمه ان شاء الله. عايز بس ارد على كل الحاجات سريعا. بس كابتن شوقي غريب حضرتك عندك حاجه ثانيه يا كابتن شوقي؟ يا كابتن احمد بعد سياده النايب
ما اصلا مراقب الحسابات يا كابتن احمد عليه 75,000 موجود 75,000. هو ما بيقولش اسمه ليه؟ نعم. هو مراقب اسمه موجود، ما بيقولش اسمه ليه؟ تمام. هو نفسه لا سياده النايب. نعم. لا لو حضرتك عايز اقول كل الاسماء قولها، ما عنديش مشكله. اصل عددهم كتير قوي. يا سياده النايب، نعم. اتفضل. انت دورت على الناس المشهوره عشان تقول عليها اساميها وخلاص. الناس اللي بتسمع عند الشعب، الناس اللي بتسمع عند الناس اللي موجوده، الناس اللي بتسمع عند الناس هي اللي بتقال اساميها. لكن انت عندك مليون اسم موجود. لو واحد قلت محمد سيد علي ولا حاجه ما حدش. انا معاك كابتن شوقي. بعدين يا كابتن شوبير، انت نفسك كنت اصلا مدير اداري للمنتخب، كنت مسؤول عن المنتخب، كنت بتطلع معاك عهده وكنت بتطلع معاك الحاجات دي، وراجل برضه عضو مجلس الشعب. وعشان كده كان من الافضل ان الكابتن سمير عدلي يرد بنفسه وحضرتك ترد بنفسك. اتفضل. لو كابتن ده طلع دوره بره، طلع تبع مجلس الشعب، تمام. كابتن شوقي انا هقفل معاك عشان انت